أصعب شعور ممكن يمر بيك إنك تعرف إنك اتغيرت، بس مش قادر تتقبل ده. عارف إن روحك اتغيرت وكأنك بقيت إنسان تاني. الحاجات اللي كنت بتحبها ما بقتش فارقة معاك، أو حتى يمكن بقيت تكرهها. وحاجات ما كنتش بتهتم بيها بقيت تهتم بيها. ضحكتك اتغيرت، نظرتك للحياة اتغيرت، كلامك اتغير، حتى طريقة تفكيرك اتغيرت. حاجات كتير قوي كانت حلوة فيك وماتت، وحاجات جديدة اتخلقت مكانها بسبب كتر الخذلان والألم اللي قابلته في حياتك. المشكلة إن أنت بتكون عارف كويس قوي كل ده، لكن مش قابله ولا حتى موافق عليه، عشان أنت الجديد ده مش عاجبك. أنت عاوز نفسك القديمة بالحلو والوحش اللي كان فيها، عايز إحساسك القديم وتفكيرك القديم وقلبك القديم. في الوقت ده بتلاقي نفسك واقف في منطقة ممكن نقول عليها منطقة العدم. لا منك اتغيرت فتتعايش وتكمل مع الجديد، ولا منك عارف ترجع زي زمان وتحس بالراحة. منطقة بتفقد فيها توازنك وتحس إنك تايه ومش عارف نفسك، لكن مع الوقت بتبدأ ترجع لنفسك شوية شوية وتستعيد توازنك من جديد، لأن التغيير اللي بيحصل جواك بيكون صفات مكتسبة مش صفات متأصلة فيك. بترجع لشخصيتك القديمة لكن ببعض التغيير، لأنك بتكون اتعلمت وفهمت اللي حواليك كويس. وقتها بيكون التغيير ده انت قابله من جواك ومرتاح فيه، لأنه تغيير غرضه إنك تعيش مرتاح البال وسعيد.